هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. وزير التموين حقيقة عمل زيارة مفاجأة لإحدى السوبر ماركتس يعني، وكان في مواطنة مصرية الحقيقة موقفها كان جميل جدا. هو يعني المشهد ده طبعا عايزة أقول إحنا ما كناش بنشوفه زمان، يعني مشهد جديد علينا إنه أصلا ينزل ويعني ويروح السوبر ماركت ويشوف الأسعار وكل الكلام ده. هو نزل وقابلته الست، راحت كلمته واشتكت له من غلاء الاسعار بشكل مباشر وكان رد فعله جميل جدا ان هو خدها وقعد يلف بيها في السوبر ماركت ويقول لها مثلا ده سعره ايه، طب ده سعره ايه، طب انتوا ليه مش منزلين الاسعار على المنتجات دي، ووعد ان شاء الله يعني على الذكرى الثانيه لثوره 25 يناير صحيح. هيكون يعني الاسعار هتبقى مخفضه ومناسبه للجميع في اماكن كتير جدا. يعني انا بحيي الست طبعا على ايجابيتها الجميله، ست البنات فعلا كانت موجوده حقيقي. وبحيي طبعا بنحيي طبعا وزير التموين على اهتمامه ونزوله واستجابته للمواطنين. احنا معانا الفيديو دلوقتي، نروح نشوفه ونرجع لكم مره ثانيه. السلام عليكم. معالي وزير التموين يا جماعه. نفسنا ترخص لنا الحاجه كلها غاليه. ايه الرخيص؟ تيجي تشتري حاجه اقل حاجه يقول لك 5 جنيه 10 جنيه، ده اقل حاجه في السوق. ايه رايك في العرض ده؟ ايه ده بقى؟ رز 5 كيلو هديه ب 21 جنيه. ان شاء الله. احنا مركزين جدا الجزء بتاع بطاقه التموين انه يبقى السلع متوفره كويس، ونحسن الجوده بتاعتها واحده بواحده. يا ريت عشان ساعات بيجي الزيت يبقى لا 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 ان شاء الله. احنا بادئين مرحله هنركز فيها كويس قوي بعد توفير السلع على الجوده بتاعتها. ودلوقتي مع المجمعات دلوقتي بننزل حاجات جودتها كويسه جدا دلوقتي اهيت ومعبأه بشكل محترم. جوله فجائيه للسيدة. تمام كويس. وعندنا اللحمه بعد ما كانت عايزين ينزل برضه الاماكن الثانيه، ينزل السوق. ده احنا جايين من الخضار ويشوف الحاجات دي. جايين من مدينه ناصر وعين الصير من اول 26 جنيه. فانا بنقول ايه؟ في لحمه في مستوى معين ب 26، في حاجه ب 40. واللي عاوز البلدي عند الجزار اهلا وسهلا. استاذ ازي حضرتك؟ تعالى اتفضل. ب 55 او ب 60. ماشي انا معاك. دي مستورده ب 26 اللي هو على قد حاله، هيجيب كيلو لعيلته ب 26. والخضار بكام؟ انا بكلم حضرتك ما انت تحسبها كده عشان يقدر يعيش. احنا دوله عندنا مشاكل، بس عاوزين نقول ايه؟ عاوزين نقول ايه؟ ان احنا بادئين دلوقتي نحل ونركز كويس جدا على الكلام ده. ويمكن الجهد بتاع التجاره الداخليه واسواق الجمله والحلقات الوسيطه واسلوب النقل ده ان شاء الله هنركز عليه الفتره اللي جايه عشان في الاخر السلع توصل للمواطن بسعر اقل شويه من اللي موجود ان شاء الله. اتمنى الكلام ده كله يحقق وبمساعدتكم ان شاء الله وجهدكم وتواصلكم ان شاء الله نحقق. انت قول لنا احنا نقدر نعمل ايه واحنا نعمله ان شاء الله. حاضر. موزه ايه؟ 4 ب 33. انا 38 ولا على 40. كويس. فانا بنقول لحضرتك ايه؟ لا في حلول. بس احنا عاوزين احنا نعمل حمله دعايه للمجمعات ونعلن للمواطن عشان يعرف. تمام؟ الهانم تشتري الكيلو عدس ب 12 جنيه، هنا ب 6. تشتري الفول ب 10 جنيه وهنا ب 6.75. من فضلكم مع الدكتور احمد الركايبي يبقى في حمله دعايه وهنعمل مجمعات بمناسبه العيد الثاني للثوره ان شاء الله هتنزل للناس باسعار مخفضه. يبقى احنا عندنا لحوم كويسه، عندنا بقوليات كويسه. هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا.